السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير عليكم. مرحبا بكم، معكم بروف كرة كالعاده في فيديو جديد للتكلم عن اخر اخبار محترفين في سوق الانتقالات. الامس وبعد تواجد وانتشار صور لبغداد بنجاح في مطار القاهره، خرج الاعلام المصري واكد عن تواجد تواصل رسمي وفعلي من نادي الاهلي مع بغداد بنجاح، اضافه انه بعدها كانت كاينه مداخله لاحد الاداريين من نادي الشمال القطري اللي هو الاخر، زاد اكد باللي زاد اكد بانه كاين كاين تواصل من الجانب المصري مع اللاعب نتاعهم بغداد بنجاح. الإعلام الصراحة في متابعة لقضية ما يحدث خلف الكواليس، هناك عدة أمور تم نشرها. أولهم أن التواصل كان في فندق نوتوفيل بالقاهرة بحضور محمود الخطيب ومحمد رمضان إضافة لهاني رمزي، ويبدو أن الصفقة قد تغلق اليوم وراح يجتاز الفحوصات الطبية. وانا هنا راني نتكلم بواش راهم يقولوا في الاعلام، لحد الساعه ما هوش كاين شيء مؤكد ولا رسمي. الشيء الاخر اللي اصدر للاعلام ان حسب صحيفه جول ومن مصدر من داخل الاهلي وين تم التاكيد على كل حال عن وجود مفاوضات، ولكن حاليا المشكل راهو يبقى عند إدارة نادي الشمال القطري اللي راهي رافضة باش تتخلى عن بغداد بنجاح في نصف الموسم.